اللي في دماغك في النوت بتاعتك، فانت بتحسي انك انت دماغك اللي كانت فوضوية ومش عارفة تفكري ومش عارفة تاخدي قرار، هديتي وعرفتي تاخدي قرار صح وهديتي كده. فاعملي جورنالينج واهتمي بنفسك واهتمي بمساحتك الخاصة، وحطي لنفسك مساحة خاصة كده في اليوم. ايوه النص ساعة دي بتاعتي انا، بقفل باب اوضتي على نفسي، بفكر في حاجة، بكتب حاجة مضايقاني، بكتب اي حاجة، بقرأ فيها. اعملي اللي انت عايزاه فيها، النص ساعة دي بتاعتك، دي اقل وقت تاخديه لنفسك. رقم 3، اتعلمي عادة او مهارة جديدة. اتعلمي عادة او مهارة جديدة تنفعك، تستفادي منها، انك انتي بعد ما خلصت الاجازة الحمد لله انا اتعلمتي حاجة الاجازة دي. انتي عندك 24 ساعة في اليوم، 24 ساعة في يومك، مفيش ضرر خالص لو اخدنا منهم ساعة واحدة بس في يومنا انك تتعلمي مهارة جديدة هتفيدك وهتنفعك في المستقبل، وهتنمي منك مهارات انت كنتي ما غفلانة عنها. خدي شوفي انت حابة تاخدي كورس في ايه، خديه وابدأي فيه، وخدي، ومش لازم تدخلي في دورات طويلة جدا علشان ما تمليشي. ابدأي بحاجات صغيرة وبسيطة جدا، وبعد ما تخلصيها لو عندك